نسيبة بأي ذنب قتلت؟ هنا في هذا المكان كانت تلهو مع رفيقاتها ببراءة أعمارهن من عمر ورد ولهو وفرح. ما كانت تتصور بأن الشاحنة التي حملت قمامة حيها ستحملها أيضا إلى مثواها الأخير، وتنقل نسيبة ورفيقاتها إلى المستشفى في حالة خطيرة. كانوا يلعبوا برا، من المومين قطع دراري وهو جاب الكاميوت باش اللي هرب واللي دعسها. جات فيها 3 تاعنا، زوجة مفلتومة وهذه ايمت وهذوك ما عارف الساعة وتاع زوج ولاد بنتي وهذه بنت بني اللي مات بنت بني. واش تحكينا عليها؟ واش ولي نحكي عليها؟ ما نقدرش الصبر، ما نقدرش. الصباح صبحت هنا تقري في الولاد هي تقول لها حتى منها، تقول لهم قولوا واحد قولوا زوج للبنات اللي معاه. قلت لها اروح على الشيخه لهنا وخاطي الطريق وعلمهم. دارت خاطي الطريق، جاء الكاميو هذا السمانه رحت للفيلاج، جاء الكاميو هذا كيما قال لك الطفل حتى عمه. المكان ضيق وأحلام الأطفال واسعة، والشاحنة تحدت الجميع. فكانت المأساة في قلب بلدية حام بوزيان بقسنطينة، وبدلا من أن تتمتع البنات بعطلتهن حولنا إلى المستشفى، ورحلت نسيبة من دون رجعة. الصباح جيت 10:30 11 تاع الصباح، كانت لهنا في الدار، خرجت معايا سلمت عليها وقالت لي انا راح نلعب مع الولاد الهاو يجبدوا خاطر روحي ماكوطي خاطر خاطي الطريق. انا مشيت بواحد الدرجه ولا درجين، وهما قالوا لي بعد هو قاسهم الكاميو وهما فيه 5 اللي وقفت وفات. هذوك كانوا قاعدين في الارض راحوا تحت البارشوك شغل دزهم كي ضربها هي لصقها في الحيط وتدخل بها لداخل، دزهم بالبارشوك من تحت. طلبوا من السلطات تشدوا لنا الحل مع الشاحنات هذو، يبقى الحامه كامله قسمتها كامله تفوت المفرغه هذه ومش بلاصه المفرغه هذه والله ما. مرة أخرى يدفع الأطفال ثمنا غاليا من براءتهم، فقد صار كل شيء ضد الطفولة، حتى هذه الشاحنة المجنونة التي تحمل القمامة.